المغرب مع المنتخب الأرجنتيني. نبارك للمغرب يا ماجد، كل التبريك للشعب المغربي، المنتخب المغربي، مبارك لك أيضا على المستوى الشخصي، مبارك لكل من يشاهدنا من أبناء المملكة المغربية في داخل المغرب وخارج المغرب. صف لي مشاعرك عند تسجيل هدف الأرجنتيني الملغى، وعند هذه الدراما كلها اللي حصلت ما بعد دخول الجماهير وخروجهم، وبعد ساعة ونص يقول لك الحكم رجع إلى تقنية الفار وكان الهدف متسلل والمنتخب المغربي هو الفائز بالمباراة. أخلع عباية الإعلامي، أتحدث كإنسان ما لمسته في ربض الشارع المغربي. أعتقد بأن كرة القدم المغربية بعد الملاعب القطرية تواصل كتابة التاريخ في الملاعب الفرنسية. هنا يكتب التاريخ لماذا؟ بعيدا عن أي عاطفة، أن تحتل رتبة رابعة في مونديال قطر، أن تتمكن من التفوق على أرجنتينا وما أدراك ما أرجنتينا، الفائزة بكوبا ديل موندو، الفائزة بكوبا أمريكا، وهذا هو فريق مستقبل الذي سيواصل الرحلة لما صنعه الميخور خوغادور ديل موندو ليونيل ميسي. ميسي علق على المباراة بعدما انتهت في تلك الظروف، قال غير عادي، تعليق في الانستغرام هكذا قال ليونيل ميسي، قال غير عادي وكأنه يشير لأمور كثيرة. إذا ما خرج ليونيل ميسي من ردة الفعل سيقول منتخب المغرب غير عادي. هنا فيها رسائل. ميسي كان معلق، علق على الأجواء في انستغرام، علق موجودة، علق موجودة. هذا مهم، هاي أشياء ما بعد الحدث جدا مهمة. بالعودة للمباراة، أعتقد بأنه كان هناك رهان. تحدثنا كثيرا عن طارق سكيتيوي. من إلى جانب طارق سكيتيوي في الفريق الفني؟ يوسف حجي، لاعب المنتخب المغربي. هنا منظومة. هذا الإطار مع من يتواصل؟ مع وليد الركراكي. من يستشير؟ أخوه عبد الهادي السكيتيوي، الإطار والمدرب الكبير والمحنك وصاحب المسيرة المميزة مع الأندية المغربية. وبالتالي كنا ننتظر هذه المباراة. من رأينا؟ راهنا على 3 أسماء. تحدثنا عن الأسماء التي ستقدم الإضافة فوق 23 سنة. من هو هذا المبدع المميز الاستثناء القطار السريع أشرف حكيمي؟ بانتقاله خارج باريس تنتقل أضواء الإثارة مع أدائه فوق العادة. هذا الاسم أعتقد بأنه صناعة مغربية خالصة تصدر الإبداع والحضور للعالم. أن تكون بهذه الإمكانيات وأن تؤثر إيجابيا في هذه المجموعة على أنك قائد ربان أخ كبير. هنا تكمن فلسفة هذه المنظومة من الاتحاد وكل من له علاقة بكرة القدم المغربية. سفيان رحيمي من الخليج، من العين، كل الأعين تابعت هداف دوري أبطال آسيا، كان بحضور استثنائي من خلال هدفين، والأكثر من ذلك في الدقائق الأخيرة الأدوار الدفاعية لهذا اللاعب بالإمكانيات وبالكاريزما وبالحضور. منير محمدي وأهل الحراسة أدرى بظروفها، ردة الفعل وأمور كثيرة. بالنسبة للمنظومة تحدث كابتن أمين عن أخو باش، هذا الاسم القادم من فياريال، ولو واصل المباراة لرأينا شيء آخر. بالنسبة للهدف الثاني تحديدا، هل ترى بأن هناك تمريرة أروع من الأسيست؟ بلال الخنوس تلقى من أخو ماش هدية ربما لون من ألوان الحضور، وبالتالي نتحدث حتى في الصحافة الأرجنتينية حتى نكون صادقين لم يتقبلوا الهزيمة، كانت هناك ردود فعل كبير. ولكن علينا أن نعود بأن المغرب فاز على من؟ البرازيل على مستوى الفئات الخاصة بأقل من 23 سنة. إذن هناك عمل قاعدي، هناك أداء. فزت على البرازيل في مباراة ودية في ملتقى عالمي أولمبي، تفوز على من؟ أرجنتينا وما أدراك ما أرجنتينا، المنتخب الذي يترقب العالم بأنه هو من سيحمل المشعل. وبالتالي لا أعتبر نتيجة هذه المباراة بأنها ربما فوز في دور المجموعات، لا، هنا منعطف، هنا تاريخ يكتب في هذه هي البطولة، لأن النتيجة تاريخية تؤكد بأن ما قدمه أسود الأطلس يتواصل من خلال الأولمبيين. وبالتالي يبعث المغرب رسائل للعالم بأن هناك عمل قاعدي. اليوم المغرب الحصاد الرائع جدا في ظل هذه الظروف. حتى إحدى الصحف الأرجنتينية أو ربما من خلال تدخلات قال مارويكوس انكريبلي، بمعنى ما قدمه المغرب لا يصدق. حتى هنا رأينا شهادة الآخر في حق هذه المجموعة. وبالتالي تحدثت بمشاعري. أولا أفتخر بما قدمه المنتخب المغربي. أعتقد بأنه بغض النظر عن باقي النتائج اليوم تتواصل كتابة التاريخ بأقدام مغربية.
تهنئة خاصة وأؤكد على ذلك لجلالة الملك محمد السادس الملك الرياضي، للشعب المغربي، للجماهير المغربية، لأنه عندما يكتب التاريخ علينا أن نصفق لهذا الإنجاز. يستاهلون يا أشود الأطلس، بس أريدك تنقل لي ردة فعل الشارع المغربي والصحافة المغربية. طبعا بتسجيل هدف ميدانا الذي سيلغى بعد ذلك كانت هناك صدمة لا تصدق، وكأنه سرق الفوز وكأنه إجهاض لهذا الإنجاز التاريخي. وصفت الصحافة هذه النتيجة بأنها من الأغرب على مستوى المباريات تاريخيا. ربما نتفق على هذا الموضوع، لأنه تستأنف المباراة بعد ذلك بعد ساعة ونصف. كانت خيبة أمل، وصلتني عديد الرسائل لماذا نخرج بهذه الطريقة، نحن أقرب لأن نواصل كتابة التاريخ، لأنه نعتبر هذا التعادل هو ربما صدمة لا أحد كان يتقبل ذلك. رأينا المنتخب المغربي على امتداد 24 دقيقة من الشوط الأول، ولا أود أن أغوص في المجال التحليلي باعتبار وجود هذه الأسماء المؤثرة في العمق وفي ربما رصد الحسابات، ما شاء الله كباتن كبار. حتى الدقيقة 24 كابتن المنتخب المغربي ليست هناك فلسفة على مستوى الأداء، ولكن هناك عملية جس نبض، ترقب لنرى التحول الآخر في موضوع التجانس وهذه الأسماء المؤثرة، حتى أنه طارق سكيتي فسح المجال لأسماء أخرى لتقدم هذا الحضور. أعتقد بأن اليوم هذه النتيجة أعادت الاعتبار لمن شكوا في ربما هذه المسيرة. عشنا لحظات صعبة، عشنا ألم بهذا المصطلح، كل الشارع المغربي تأثر للنتيجة والطريقة التي انتهت بها المباراة. يعني أنها نهاية دراماتيكية، لكن أن تعود الأفراح بعد ساعة ونصف هذا يعطي انطباع آخر بأنه عاد الحق لأصحابه، وبأنه ما قدمه المغرب على أرضية الميدان أثبت بالفعل بأنه منتخب كبير، وتجاوز منتخب مرشح إلى جانب فرنسا لتتويج بالذهب الأولمبي. طيب فنيا يا أمين، شوف المغرب والعراق لعبوا نفس الرسم التكتيكي 4-2-3-1، بس الفوارق وين كان؟ على المستوى الفرديات أوكي، المغرب متفوق على العراق، لو لأنه العراق فيه فرديات، لكن لما نحكي على الفرديات ككل المغرب متفوق على بالفرديات. لكن على مستوى اللاعب اللي كان صانع العاب كما في العراق منتظر كي تشوف الخنوس والدور اللي يقوم به في المغرب شيء رهيب. اللاعب ما يدخلش في صناعة الهجمة، يطلع بجنب المهاجم يصبح مهاجم ثاني، يفرغ المساحة اللي يجي يلعب فيها، الشيء اللي ما يسويوش مثلا. منتظر ديما لاصق اللاعبين اثنين نتاع وسط الملعب، كرار وابراهيم لاقصهم اثنين. الخنوس لا، يخلق الروح مساحه، نفسه مساحه، من بعد يجي يلعب ويعاود يشارك في الهجمه، وشفناها في الهدف الثاني في الاسيست. الجهه اليمنى هي كي بدا فيها حكيمي تفهم انها نقطه قوه، لكن ان يلتقي حكيمي واخو ماش سواو دوتو على مستوى عالي وعالي جدا مكمل. اخو ماشي انا قلت قبل الدوره راح تشوفوا لاعب على مستوى عالي، اليوم ترجموا كان هو وراء الهدف الاول، ثم هو وراء ضربه الجزاء اللي لما شال الكره من اوتاميندي وراح معناتها جاب ضربه الجزاء اخو ماشي. في نقطه اخرى، المنتخب الارجنتيني قلنا نتوافق كنا على المستوى الهجومي، المنتخب رهيب هجوميا رهيب، في لعيبه بلتران سيميوني المادا الفاريز، في لعيبه معناتها على مستوى عالي، لكن اصطدموا في الواحد ضد واحد، كل واحد اصطدم في الواحد ضد واحد في المكان نتاعو بلعيبه على مستوى عالي من المنتخب المغربي. في معناتها الحق تقهقر بدني في المنتخب المغربي في ال 12 13 دقيقه الاخيره، مع 12 دقيقه ولا 15 دقيقه اللي زادوا من الحكم، شفنا فرص كبيره للمنتخب الارجنتيني، لكن الحارس المرمى معناتها كان في نهار كبير، لولا انه عندي عليه شويه لوم تو بعد عصام يحكي اكثر في معناتها في الهدف الاول عندي فيه عليه شويه لوم. في المجمل المنتخب المغربي اليوم يقدم روحه كواحد من كبار المرشحين في هذه المسابقه، وخلينا نقولوها معناتها بصراحه، كي يبدا عندك لعيبه على المستوى الفني هذا العالي وتربح الارجنتين لازمك تكون كان انك تراهن وتكون من المواهرين الاوائل، وعنده عنده المكونات وعنده المستلزمات لكل المغرب. لكن بين قوسين ديما المغرب على المستوى العالمي يتميز، كاس العالم شفناه، العاب الاولمبيه شفناه، يبقى اللغز الوحيد المغرب في القاره الافريقيه، وسيفك اللغز ان شاء الله. نامل في 2025. يعني اليوم شفنا مباراه صحيحه، يعني قيمه فنيه عاليه صح،
كل شيء حاضر بها، بغض النظر اليوم كنا متعاطفين وقلوبنا مع أشقائنا المغرب، لكن اليوم تمتعنا بمباراة على مستوى عالي وكأنها مباراة كأس عالم. صح. المهارات والفروقات الفردية حاضرة، التكتيك الجماعي حاضر، التنظيم الدفاعي الهجومي، يعني اليوم كل شيء شفنا في هذه المباراة. مباراة أمتعتنا بصراحة. اللي يفرحنا أنه المنتخب المغربي وكعادته في المنتخبات اللي سبقته دائما يقدم مستويات صراحة تشكل فارق كبير عن الدول العربية مع جل احترام خاصة لها. على المستوى الفني، وهذا ينتج عن عمل وتخطيط حقيقي. صح. ويمكن عرفت أني هناك أكاديمية أفضل من سباير، وهذا فد شيء يحسب للدولة أو الحكومة المغربية اللي هي داعم هذه الأكاديمية اللي تصنع أبطال. أكاديمية محمد السادس وصلوا يعني اللاعبين المغاربة إلى العالمية. ما قدمه اللاعب الشاب اللي هو جمال بالضبط، لامين يامال، يعني بالضبط. احنا نقول هو هذا يامال، يعني قدم مستوى عالي جدا من اصول مغربيه، يعني نجم من اصول مغربيه. فبصراحه اليوم مباراه مثيره، لكن النكسه اعتبرها في البطوله وفي هذه التحكيم. يعني اليوم الحكم كان غير طبيعي، فضيحة يعني ما شايف فيها أبو عبد الله. لو بكل تاريخنا حتى قبل الفضيحة لو توافقوني كان في أكثر من مرة أوراق صفراء، ست أوراق مثلا حاجة. كان قاسي مع المنتخب المغربي بطريقة واضحة جدا. نعم، ده في كمية احتكاك وكمية ضرب في نص الملعب أو على 18 هنا أو هنا، وما فيش اي حاجه ولا بيجيب لاعب يحظر اوتاميندي ياخذ 3 اوراق، زوز على المرفق وواحده على وضع غير طبيعي. يعني يجب ان يسائل على ما وصل به المباراه. الهدف الثاني الارجنتين فاول، يعني فالموضوع كان غير طبيعي. احنا خلينا نتحدث على، بس اريد اخذ راي وزمع فنيا باداء المنتخب المغربي ومستوى المنتخب الارجنتيني. هل كان مفاجئ لك مستوى الارجنتين؟ والله شوف، يعني احنا المنتخب الارجنتين اسم كبير بعالم كرة القدم، وكنا حكينا انه مباراة صعبة على المنتخب المغربي، ولكن كان المنتخب المغربي ند قوي للمنتخب الارجنتيني. المنتخب المغربي منتخب عربي بنكهة أوروبية. اليوم اللاعبين الإضافة 3 لاعبين الكبار اللي أشرف حكيمي ورحيمي، وايضا الحارس المرمى المحمدي. يعني مدرب المنتخب المغربي حط العلاج على جرح اللي كان موجود بالمنتخب المغربي، او الاضافه كانت حقيقيه 100% بالمراكز اللي هو استدعاهم. اليوم حكيمي، يعني حكيم اليوم يعني لاعب كبير ولاعب مميز جدا. يعني هو الثقة، هو المعنوية، هو القائد. نفس الشيء عفوا رحيمي هداف، لاعب هداف. بعدين في والادوار الدفاعيه، في سيمفونيه، في لعب جماعي، في يعني متعة بكرة القدم. اليوم المغرب بصعود يعني مش بطيء، بصعود سريع. اليوم المغرب من أفضل المنتخبات العربية الموجودة بالعالم. صح. اليوم المنتخب المغربي يحترم. اليوم المنتخب المغربي أنا يعني متأكد أنه راح يوصل لبعيد بالأولمبياد. أتوقع أنه راح ينافس على ميدالية. اليوم المنتخب الأرجنتيني منتخب ليس بالسهل. المنتخب الأرجنتيني منتخب كبير، ولكن اليوم اوكي كان في فترات المنتخب الارجنتيني افضل، ولكن شخصيه المنتخب المغربي فرضها بالمباراه. فالصراحه فوز مستحق. اوكي كان في ظروف بالمباراه، ال 15 دقيقه اللي اضافهم الحكم اتوقع انها كثير. نعم. ولكن يعني انا شخصيا لما سجل المنتخب الارجنتيني الهدف صراحه يعني زعل كبير. أكيد. ولكن ما حصل انصاف الحمد لله. راح نرجع عليه. حضري، رأيك بأداء المغرب اليوم، رأيك بالمستوى الجماعي، رأيك بخطة طارق السكيتاوي، كيف دار المباراة وكيف توهج المنتخب المغربي وذكرنا بأسود الأطلس
في الدوحه الان السيناريو يكرر في اولمبياد باريس؟ اولا المنتخب المغربي النهارده طبعا قدم مباراه على اعلى مستوى، بيفكرنا بمنتخب المغرب اللي هو في كاس العالم في قطر. ودلوقتي خلي بالك اي حد بيلعب ضد المنتخب المغربي اول ما يسمع المنتخب المغربي بيعرف ان هو عنده لاعيبه الامكانيات عاليه وبتلعب في احسن انديه في العالم. واحنا لما كنا بنتكلم من 3 ايام قلنا حتى في بعض اللعيبه ما جاتش في كاس افريقيا اللي هم لعبوه الاخير، قلنا ان هم جابوا لعيبه ثانيه لان في انديه رفضت اللعيبه بتاعتها ان هي تبقى حاضره في البطوله. جت لعيبه ثانيه وجت لعيبه احسن. المنتخب المغربي النهارده عمل مباراه، وانا بتفرج على المباراه انا مش حاسس بقلق. مش عندي قلق، انا حاسس ان خصم قوي بيلعب خصم قوي. كأن البرازيل بتلعب الارجنتين، فرنسا بتلعب مثلا البرتغال، ند للند. لا ند ما فيش اي حتى بتشوف الوضع. شوف النهارده القوه في الملعب عامله ازاي يا علي. شوف الخطوط مقربه بعض ازاي يا علي في الملعب. شوف النهارده التحول يعني مش عايز اقول لك، يعني كاتب النهارده حاجه هنا، التحول مع السرعه. صاروخي، تحول سريع صاروخي. ان كان الارجنتين او ان كان المغرب. اتفرج على الترابط اللي مع بعض، شوف القوه، شوف اللعيبه بتعمل ايه، شوف حكيم النهارده بيعمل ايه، شوف رحيم بيعمل ايه. يعني اتفرج على الكواليتي. انت قاعد انا بتفرج على انا ما حسيتش بالساعه ونص اللي اتلعبت رغم ان في 15 دقيقه. تحس في مستوى فني استمتاع وحاسس ان الوقت عدى. ببص لقيت امين بيقول لي يلا ننزل نتفرج على الماتش بتاع مصر. قلت له الماتش خلص؟ قال لي خلص. من حلاوه الكوره هو ده اللي نتكلم، هي دي الكوره اللي انت بتفتخر ان عندك منتخب عربي ومنتخب مغربي، لعيبه، مسؤولين، اجهزه فنيه، اداره. في الاول والاخير زي ما قلت لك امين قال لك كده، انا بقول لك مرشحين انهم ياخدوا ميداليه، مش هقول ميداليه ذهبيه، مرشحين ياخدوا ميداليه في 3 ميداليات مرشحين، لان منتخب قوي، لعيبه في الملعب لها شخصيه، مفيش خوف، في نازل عنده ثقه، بيلعب كوره مع بعض، ترابط مع بعض في الملعب. حكيم شوف بيعمل ايه النهارده، ده راجل واخد من ال 18 لل 18. انا مسميها القطار السريع كابتن كاضافه في زي ما انت قلت النهارده رحيم في الدقيقه كام؟ في الدقيقه كام؟ ادوار دفاعيه في الدقيقه 105 راجل بيطلع الكوره بيدافع. يعني في كده كواليتي لاعيبه بالطريقه دي. لا في ناس بتشتغل، كابتن عصام، في ناس بتاسس، في ناس بتعمل تاسيس دلوقتي للمنتخب المغربي ان هو ياخد الفتره اللي جايه كل حاجه، ياخد بطوله. يعني هو ما اخدش سنه بطوله افريقيا، بيعسوا ان المنتخب الاول ياخد كاس افريقيا. لو احنا قلنا كاس افريقيا اللي جاي هيتلعب في شهر كام؟ غيروا التوقيت. غيروا التوقيت ليه؟ موضوع كاس العالم للانديه اعتقد والجو لان لعيبه المنتخب المغربي كلها لعيبه بتلعب زي ما احنا قلنا في اوروبا. لما بتيجي تلعب في افريقيا بتتاثر بالجو، مش بتتاثر بالاداء، بيتاثر بالجو. وامين يمكن يكون هو عنده المعلومات وعنده الحاجات الفنيه. كابتن عصام، اضافه لكل هذا اشرت لي الجوهر. هناك منظومه اتحاد مغربي، فوزي لقجع كرئيس الاتحاد المغربي رجل متفهم. اعتقد بانه حتى من كلمه فوزي اضحت كلمه فوز لها علاقه بفوزي في كل هذه الصفقات والانفتاح والرحلات المكوكيه والتجانس حتى اتاحه الفرصه، ورجل ربما بخبره كبيره حتى عضو في الاتحاد الدولي. اعتقد بان للرجل تاثير ايجابي. طبعا كوادر، فريق عمل منظومه. عندكم كوادر كمان موجوده في الفيفا وموجوده في الاتحاد الافريقي، عشان كده انتم ناجحين. عامل خدمينها صح. طيب كابتن علاء، من عجبك اليوم من لاعبين المغرب وكنت تتوقع ان يظهر المغرب بهذا المستوى الفني المميز؟ والله الصراحه يعني أنا بالنسبه لي نفتخر بالفريق المغربي على هذا المستوى اللي قدموه خلال المباراه، نفتخرهم كمنتخب عربي، اضافه الى الاداره الحكيمه اللي قاعد تشتغل على هذا المنتخب المغربي. اذا كان المنتخب الاول والمنتخبات الباقيه اعتقد اكو اداره قويه، اكو اتحاد قوي، اكو ايضا كادر تدريب على مستوى عالي. فهذا احنا يفرحنا، يعني احنا بنشوف الفريق المغربي بكل خطوطه متوازن من حارس مرمى للهجوم، صعوده ونزوله بالضغط بالهجوم في اي مكان. فكانت النقطه الايجابيه حكيمي كان يعني فتشي يعني متعه كره القدم. انا بالنسبه لي يعني بعد مشاهده المباراه يعني فتشي، ومثل ما قال كابتن عصام
يعني مباراة حسبية لها فد شيء طعم خاص يعني. فاعتقد هذا كنا احنا لنا شرف بين الفريق المغربي يظهر بهذا ويوصل الى مراحل متقدمه، وانا هذا كل ما نتمناه ان شاء الله. كابتن حمزه. حتى انا ما اريد اسبق الاحداث حتى لا يقولوا مستعجل، بس انا اتوقع ومتاكد المنتخب المغربي سيكون في النهائي. اوف على المستوى اللي اليوم اللي شاهدناه. وانا معك يا كابتن. سجلوه هذا، سجلوه شباب. وانا معك هذا مقطع يسجل. وانا معك. نتمنى ذلك. على المستوى اليوم اللي شاهدناه، يعني انا اعتبر طارق المدرب طارق هو محظوظ لان يمتلك مثل هذه اللاعبين، هذا الكم الهائل من اللاعبين. يعني حتى البدلاء اللي نزلوا اسماء تلعب كلها. زلزولي كان احتياط نزل بالشوط الثاني، ورقم 6 اللي نزل صاحب مهاره القصير لعب خلف المهاجمين. كشتي هذا. ها كشتي. ايه ما شاء الله حافظهم. هذا المنتخب يعني هسه احنا ما نريد احنا بس نتكلم عن حكيمي، لان حكيمي هذا شيء ثاني. هذا لاعب عالمي. اضافه كابتن رقم 6 على بوشواري. على بوشواري. دائما هناك لاعب برازيلي، المدرسه البرازيليه، المدرسه الارجنتينيه، هكذا تحدث بان اشرف حكيمي صناعه مغربيه خالصه. من اضحى نموذج عالمي لانه اسلوب مختلف. صح. يمتلك ادوات ربما من تتابع اداء هذا اللاعب هو يختلف، لون يعني بصمه مغربيه، صناعه مغربيه. عودت لا مباراه مصر بعد لا يزعلون علينا حبايبنا في الدنيا. انت حسدت ابو الحضري يوميا تقول ساعتين، والحضري اليوم خطيها ما جاز. انت اجدعنا عودونا على الابداع والالق والتميز وكرة القدم الرائعة. حسين، المنتخب المغربي خلينا نقول افريقيا بشكل عام عندهم منتخبات باستمرار من افضل الفرق اللي احنا قاعدين نشوفها، واغلبهم موجودين في الاتحادات الاوروبيه، وبالتالي ثقافتهم الكبيره اللي قاعدين ينقلونها من هناك الى منتخباتهم الوطنيه، انا اتصور اصبحت ثقافه واصبحت وجودهم على خارطه كره القدم بثبات. لذلك انا اشوف ان المنتخب المغربي جزء لا يتجزأ من هذه او هذه الثقافه الكبيره اللي قاعد يتمتعون فيها افريقيا. حكيمي بروحه مدرسه خاصه حقيقه، مدرسه خاصه. يعني انا بطلع مثل ما قال اخوي ابو حيدر، يقول لي ضدي اليوم معك. لا اليوم هسه هاي لا طلع برا، هذا خلى على الكتر. بالفعل هذا لاعب موهوب، لاعب متمكن، لاعب ورا بس قاعد يقود الفريق الى 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 18 والى تسديد الاهداف. طبعا في لاعبين فراده موجودين بالفريق كلهم مكملين، عجبني فيهم حقيقه، عجبني الروح القتاليه اللي شفتها اليوم من الفريق المغربي. ذباحه، احنا نقول ذباحه على الكره، ما يخلون الكره تطف بسهوله، بعدين يقاتلون ايضا على الكره الثانيه، وهذه ما عاد موجوده ترى الكره الثانيه هالايام في المباريات اللي احنا نشوفها حتى. لا، هم يقاتلون على الكره الثانيه، وهذه هي المدرسه الصحيحه على محاوله السيطره على الكره الثانيه. فتشوف الفريق خليه يتنحل داخل الملعب، وانا والله العظيم انا اغبط. صقر مو بس هاي، يعني اليوم هم اثبتوا يعني ماكو كبير في كرة القدم، اليوم انت اكو عطاء. صحيح. يعني اليوم هم الثقة اللي والعطاء مع الكواليتي، اليوم الكواليتي موجودة. اليوم التحولات من الناحية الدفاعية للهجومية ممتازة جدا. صحيح. يمتلكون لاعبين بن صغير رقم 7 بن صغير الياس اخو ماشي هذا اللي صار لك يوم تتكلم عليه، لاعب ممتاز، لاعب يسوي لك الحلول، يصنع لك فارق. 20 سنه 20 سنه بس 75 لاعب جيد. وسفيان رحيمي هذا اساسا هو هداف. شنو هذا؟ شنو اللياقه البدنيه العاليه اللي عنده، اللي قاعد يروح يوصل الجول يقول ويرجع يدافع. يعني هذا ترى مو سهله. خليني اسال على الحراس. عجبك اليوم منير المحمدي؟ هو منير قدم مباراه كويسه طبعا، بس الاخطاء دي بتبقى وارده، خلي بالك. بس في حاجات ما ينفعش حارس مرمى يعملها.
يعني احنا لو النهارده اتكلمنا في الشوط الاول كان في عنده خطا لو خطأ قاتل. في اول 10 دقائق او ربع ساعه خطأ قاتل. لو اتقطعت الكره دي ودخل الجول جول إيه. كان هيبقى ماتش صعب على المغرب. صحيح. والجول اللي هو الثاني طبعا اللي هو اتلغى اوفسايد في الشوط الاولانيه اللي هو لما ردها رغم ان هو عمل بعدها واحدة من تصدي يعني ولا اروع، بس حظه حلو ان الجون اتلغى، لان لو الجون ده ما اتلغاش كان هيبقى هو اللي يتحمل الهدف، لان هو في الاول الشوط اتشاطت كان سهل ان هو يمسكها، بس هو عمل تصدي بعد الكره دي، بس هو قدم مباراه جميله. يمكن النهارده الحراس المرمى عامه في الماتشات اللي احنا اتفرجنا عليها كلها عاملين ماتشات على مستوى عالي. جيد كابتن عن المباراة حجة. تكلمت انا تكلم جيد وحتى تقول لا يا ابي حيصير قبل تكلمت كابتن تكلمت وصقر تكلمت خلاص. حتكلم حتاخذ الحاله الجدليه اللي صارت لانها مهمه جدا. طيب عندك شيء كابتن ماجد؟ لا حبيبي لا ماكو. حضري في على المباراه عادل لا فنيا يعني لا فنيا الفضيحه جاينا الفضيحه لا فنيا لا ما فيش حاجه جاي فنيه عليها. بس الفضيحه طبعا هي دي الفضيحه صح. طيب بمعنى الكلمه. شوف الديمقراطيه هنا لا شلون اليوم زين باخر قمع الاراء بهاي الطريقه مره ثانيه اقمعك اذا تقمع لي رايي. الله يقمعك للاخر. زين احنا اغرب حاله تحصل في كره القدم غريب. المباراة المنتخب الارجنتيني طبعا الغريب هو مو غريب موضوع الوقت، لكن 15 دقيقة اعتقد هواي راح نتحدث فيه. المنتخب الارجنتيني يسجل هدف التعادل بالدقيقة 105 ومن بعدها كثيرين توقعوا ان الحكم انهى المباراة، لكن الحكم لم ينهي المباراة. الجماهير المغربية أو معاهم أرجنتينية ما نقدر ممكن نحدد دخلوا إلى أرضية الملعب، وهنا توقع الجميع بأن الحكم قد أنهى المباراة. وإذا بالأنباء والأخبار تتوالى من فرنسا بأن الحكم لم ينهي المباراة وأنه بعد العودة إلى الفار تبين أن اللاعب الأرجنتيني اللي سجل الهدف الثاني كان متسللا. وهنا بدأت الأخبار تتوارد أن بعد ساعة ونص أنه ممكن إعادة الثلاث دقائق أو إضافة الثلاث دقائق لأن الحكم لم ينهي المباراة. المنظمون طلبوا من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المغربي البقاء داخل الملعب، وبعد ساعة ونصف طالبوهم بعمل الإحماء من أجل النزول مجددا ولعب 3 دقائق. غريبة دراما، ولعب 3 دقائق ومن بعدها تنتهي المباراة. هنا الحكم السويدي سويدي الناس تقول سويدي لا سويدي هنا الحكم السويدي ألغى الهدف وعاد المنتخب المغربي للعب من جديد. انتهت 3 دقائق وفاز المنتخب المغربي بالمباراة. تخيلوا ماسكيرانو بتصريح بعد المباراة يقول هذا أكبر سيرك رأيته في حياتي. هو صاج؟ أوكي. وهناك صحافة أوروبية وعالمية كتبت 15 دقيقة حتى تسجل الأرجنتين. فضيحة تحكيمية. 15 دقيقة حتى تسجل الأرجنتين، لأن تعرفون هذا الموضوع أيضا مرتبط بالسبونسر ومرتبط بالتسويق والسياسات أي منتخب على أساس منتخب عربي يفوز على الأرجنتين ويتأهل. فميسي اللي قايله طبعا بتعليقه غير عادي فقط كلمة واحدة كانت غير عادي. طيب الحالة بس اعطوني يا شباب حتى يتداخل ويانا الخبير التحكيمي الكابتن حازم حسين. حالة التسلل اللي ايضا هذه الحالة بعد العودة الى الفار وهي انتشرت، هنا متسلل اللاعب صح؟ هنا الحالة متسلل. احنا حتى نعطي كل التفاصيل ينضم لنا الخبير التحكيمي
الكابتن حازم حسين اللي يتواجد معنا في صباح الخير. كابتن حازم، وأغرب حالة تحصل في كرة القدم. صباح النور استاذ علي، تحياتي لك، تحياتي لجميع ضيوفي الاخوان العرب والاخوان العراقيين النجوم، تحياتي للجميع. وبالبدايه نهني المنتخب العراقي والمنتخب المغربي بالفوز الاول في الاولمبياد. نعم. مثل ما طرقت حضرتك استاذ علي بالنسبه للحاله اللي حدثت، صح، لاول مره منذ تطبيق تقنيه الفيديو المساعد او الفار VAR ياخذ هذا الوقت ما اخذ يعني بتشييك حاله التسلل، لا، الكل، وطرقت حضرتك بانه كان ظانين بانه الحكم انهى المباراه. طيب. الحكم لم ينهي المباراه، الحكم لما نزل الجمهور المغربي الى ارض الملعب اوقف المباراه. دائما الحكم من صلاحيته ان يوقف المباراه اذا من احد الاسباب منها اجتياح الجمهور للملعب. احد الاسباب اللي يتم ايقاف المباراه لحين اخلاء الملعب، يعطي وقت الحكم، ممكن يعطي نص ساعه اولى، اذا ما تم السيطره ممكن يعطي نص ساعه ثانيه، بعدها اذا كان هناك ما كان هناك امكانيه ان اخلاء الجمهور يعلق المباراه ويصفر على نهايه المباراه. يعلق وليس ينهي. لكن احنا مثل ما شاهدنا بعد ساعه تم افراغ الملعب من الجمهور. بعد ان فرغ الملعب من الجمهور تمت منادات الحكم من قبل حكام الفار بانه تعال شوف الحاله اللي هي مثل ما اذا نقدر نطلعها على التلفزيون استاذ علي. والله ما نقدر حقوق يا كابتن. نعم خلص. اذا التسلل كان واضح جدا. زين. التسلل على ساق اليسار بالنسبه للاعب الارجنتيني كان تسلل واضح، اي جزء من الجسم حتى لو بمقدار سنتيمترات يتم احتساب مخالفه التسلل. ومثل ما شاهدنا الساق كامله تقريبا هي كانت اقرب الى خط المرمى من اخر منافس اللي هو اللاعب المغربي. فلذلك بعد عوده عمر الحكم يرجع لاعبين الفريقين الى الملعب، واعطى اشاره الفار بانه كان هناك حاله تسلل قبل تسجيل الهدف، فلذلك تم الغاء الهدف. هاي النقطه الاولى. نعم. النقطه الثانيه استاذ علي بالنسبه للوقت المحتسب اللي طرقت حضرتك الى اللي هو 15 دقيقه. بالسنتين الاخيره هناك تعديل على احتساب الوقت البدل الضائع. بصراحه كانت مباريات يعني مثل ما نشوف عن الشعار الاتحاد الدولي ان يصل الى الدقيقه 60 في المباراه، وهذا ما يعني طموح او يتمنى ان يصل المباراه الى 60 دقيقه. اذا هناك اضاعه كبيره لوقت المباراه. فعمل الان بهاي السنتين الاخيره تم تعديل احتساب الوقت بدل ضائع، فلذلك اعتمد على اولا الوقت اللي يحتسب لما يروح الحكم يشيك مع الفار او الفار يتحقق من الحاله، يتوقف الحكم بعدين يستمر. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه حتى الاوقات اللي يسجل بها اللاعب الاهداف ويحتفل بتسجيل الاهداف ايضا اصبحت تضاف هذا الوقت بحذافيره. النقطه الثالثه اي اصابات في الملعب. النقطه الرابعه التبديلات، اي امور اخرى تحدث ويتوقف اللعب يتم احتساب التوقيت بدقه. لذلك لا تستغرب بانه 15 دقيقه، انا اشوفها 15 دقيقه يعني وقت طبيعي جدا بناء على التعديلات اللي حدثت في كيفيه احتساب الوقت بدل الضائع. زين، ليش هاي الانتقادات استاذ حازم؟ ليش هاي الانتقادات اللي طالت الحكم؟ ليش هاي الكثيرين اللي سموا الموضوع بالفضيحه؟ واحد منهم الحضري قال فضيحه تحكيميه. منطقي هو هذا الموضوع ام بغرابه بدراما بسيناريوهات مغايره؟ اكو شيء ممكن خارج الكواليس؟ لا مستحيل. يعني مع احترامي للاخ النجم الكبير الاخ عصام الحضري، الشك كان هناك شك بانه الحكم الغى المباراه. الحكم انهى المباراه، هو الحكم ما انهى المباراه. نعم. في قانون بالاتحاد الدولي يعطيك الوقت متى تنهي المباراه او تعلق المباراه. زين، سؤال. لذلك هذا الظن اللي كان عند الجمهور
يعني هذا مما دعا الاعلام المسؤولين الاداريين بانه اعتبرها فضيحه، انا اعتبرها طبيعيه جدا. ممكن الحكم بادارته للحاله ما كان موفق فيها، لكن كقانون كان مع القانون. استاذ حازم، انا سؤالي موضوع الساعه ونص هو لاخراج الجماهير لو شيء اخر؟ لا، لاخراج جماهير الساعه. جيد، ومن حق الحكم ان يخرج الجماهير. نعم، من حق الحكم ان يخرج الجماهير. طبعا مثل ما انت سويته مره. اذا كان هناك في استطاعته ان يخلي الملعب، يعطي استاذ علي، يعطي في المره الاولى يعطي نص ساعه. نعم. اذا ما قدروا يخرجون الجمهور في النص ساعه الاولى يعطوا نص ساعه اضافيه. وبعدين يلا يعلق او ينهي المباراه، هذا قانون تحدث. يعني الاجراءات سليمه استاذ حازم. الاجراءات سليمه، لكن ادارته للحاله ما كانت يعني بالصوره اللي يعني تخلي مقبول، قرار مقبول من قبل كل الاطراف. جيد، زين، انا بسؤال اخير استاذ حازم، ليش الثلاث دقائق ضافها؟ هاي الثلاث دقائق من ضمن ال 100 من ضمن ال 15 دقيقه لو شنو؟ سؤال مهم. هاي الثلاث دقائق استاذ علي، هو الحكم اعطى 15 دقيقه، مرات تتوقف بال 15 بالوقت البدل الضائع، مثلا يصير تبديل، يصير اصابه، يعني يصير توقف بالمباراه. نعم. فانت كحكم ما ممكن تضيف وقت بدل ضائع اخر على الوقت البدل الضائع. والله كابتن، لو ضايف شوط اخر افضل من هاي. اي طبعا. هو هنا شو سمى استاذ علي؟ نعم. حتى واحد يفرقه يعني مقوله قانونيه، يسمى استكمال الوقت البدل الضائع، يعني انت يجب عليك ان تكمل 15 دقيقه بحذافير. نعم. اوكي، كل التوضيحات من جنابك كابتن حازم، شكرا جزيلا لك على ملاحظاتك وارائك المهمه. ابو صقر، ثلاث اشواط. والله انا احترم طبعا وجهه نظره كمتخصص، بس يعني من النوادر جدا ان تكون 15 دقيقه، واحنا يعني احنا ايضا الوعي وشفنا في الملاعب من افضل الحكام اللي لعبنا وياهم او حكموا لنا يا اخي. نعم، وفق النظام الجديد الان يحسب على كل دقيقه طوف يحسبها، بس احنا في المباراه يعني يمكن واحد من الكباتن قال ما شفنا واحد يعني واحد من الاخوان المساء يقول يا اخي لعب طقوا فريق المغربي طق في الملعب، ما اعطى انذار ولا وقف المباراه، مع ان طاحوا الشوط الاول كان وايد زين. شفنا بس مو 15 دقيقه، 15 دقيقه ترى وايد، يعني ربع ساعه وفق القانون مال الاشواط الاضافيه. نعم. حضري في ايه الحاله؟ لا خلاص كان قلت انت قلت فضيحه يا اخي، قول رايك. فضيحه ما فيش حاجه. فضيحه ليه؟ ما فيش حاجه. فضيحه. اوكي ليه؟ وجهه نظري فضيحه. حبيبي والله انت بتتكلم في ايه؟ فضيحه مش عندي حاجه. فضيحه حبيبي. حضري، هو في حد بيعمل اللي بيحصل ده؟ حضري فضيحه. احنا اتكلمنا من الاول، قلنا الاولمبياد ما فيش حد بيهتم بكره القدم. طيب، وهي بطوله استثنائيه او ميداليه استثنائيه، بس هتقعد تقولي ليه ما فيش حاجه اسمها ان انا بعد ماتش ساعه ونص اطلع جمهور والعب وبعدين ارجع العب 3 دقائق واللاعيبه خلاص. افرض الفرقه دي جابت جول في 3 دقائق، هتقول ايه؟ فضيحه بمعنى الكلمه. انت عمرك شفت كده اصلا؟ لا، بس خلاص ما شفنا بالملعب، بس خلص الموضوع. كابتن، وانت ادرى مني في موضوع الاعلام والصحافه، كل وسائل الاعلام تغيرت العناوين بعد ساعة ونص، كل العناوين عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة والصحافة العالمية، حتى القنوات التلفزيونية غيرت من نتيجة المباراة. نعم. نقطة إضافة أخيرة كابتن، أهنئ فريق العمل لاختيار هذه الفقرة تحديدا، لأن اكسكلوزيف ستثبت لمن عاشوا هذه الوضعية بأن ما قدمته ليالي باريس من خلال هذه الفقرة والوقوف عند الجانب التحكيمي، أعتقد بأنها ستجيب عن عديد علامات الاستفهام التي حيرت الجماهير العربية والمغربية من خلال متابعة هذه المواجهة. بس سيبك من الصورة. أقول لك حاجة سيبك من الصورة. اللي أنت بتتكلم عليه عمرك تلعب ماتشات نهائية نهائي شامبيونز ليج بين ريال مدريد وليفربول في فرنسا، حصل صراعات وحصل ضرب، صح كل شيء صح. الماتش اتأجل نص ساعة وتلعب نهائي اوروبا، صح. ده نهائي اوروبا مش ماتش في الاولمبياد. تتكلم في ايه؟ ساعة ونص وبعدين يقول لك طلع الجمهور
انا علي اقول لا مو انت سمعت حازم حسين ايش قال؟ كابتن. قال يمنح الحكم نص ساعه، اذا ما طلع يمنح ساعه. كابتن حازم له احترامه وله تقديره. اي لا هو بيتكلم على فكره بتاع زمان، مش دعوه علي فكره بتاع زمان. يعني احترامي ليه طبعا. علي يعني بنتكلم على فكره وين ابو دلوقتي مصطفى؟ الحاضر زي الوقت القانون كله بيتغير عند الحراس المرمى، عند اللعيبه، عند الحكام، عند الفار، عند كل حاجه. عمرك شفت حصل اضرابات في نهائي اوروبا، حصل من الصراعات او انجلترا في اكثر من شغب انجلترا ولا حد بيطلع جمهور؟ انا برايي كابتن، انا برايي اللي صار، الجدل اللي صار، يعني الحكم من حقه انه يخلي الجمهور يغادر. كم عدد الجماهير اللي نزلت على الملعب؟ يمكن الاف كانوا والله وايد. لا ما نزلوا. قصدك اللي نزلوا تحت؟ لا هو طرد الملعب كله. يعني انت كحكم خلاص تعاقب الجمهور كله على في امن ملعب، هذول 10 ل 20 واحد اطلعهم خلاص. وكمل المباراه في بطوله اوروبا نزل جمهور ما عاقب جمهور، مسكوهم وطلعوهم يا كابتن عبد الله. انا اطلع كل ذنبهم ايه؟ صحيح كابتن، بس انا شايف بقدر ادير الحدث بسلاسه. حازم حسين يقول هذا اجراء وتعليمات الاتحاد الدولي. لحظه يا شباب خلينا نهدى. كابتن انت تقول مو من حقه، يقول لك هاي اجراءات الاتحاد الدولي. ما حصلش ليه في بطوله اوروبا الاخيره؟ التعليمات لا حازم حسين ردا على الحضري، بس يقول هذا اجراء الاتحاد الدولي وليس فكر قديم. يا كابتن صحيح كابتن. شو انا قلت ايه؟ انا بتكلم احنا بننسى زمان واحنا في الحاضر. يا كابتن علي ما حصلش في بطوله اوروبا. كابتن علي خل بس انا اكمل هاي الفكره. دقيقه كابتن. اولا انا اقول في كل جمهور اكو من يسيء، لنفرض ينزل مو عاقب جمهور كامل حاضر المباراه، هنا عقوبه جماعيه صارت لا يستحقها من مشتري تكت المباراه. افرض جمهور الارجنتين هو اللي نزل. طبعا انت هذا ما يصير. اثنين، احنا من البدايه عندنا مؤشرات سلبيه على البطوله. انا الوم الاتحاد الدولي اللي يجعل من هذه المسابقه كره القدم في هيك بطوله بهذه العدم أهمية وبهذا الانحدار، ألغيها تماما، ما أسمح الفرق تشارك، أفضل من أنه تشارك وما تظهر بطولة بالمستوى اللائق، لا تحكيميا. عبد الله احنا قلنا عليها قضية يعني استكمالا لرأيك المحترم، احنا قلنا في هذه البطولة هي اعداد اجيال قادمه، يعني مو بهالطريقه، انا دمر اجيال مو عد اجيال حقيقيه. وقلنا ايضا حتى الكبار اللي يحطونهم ما نبي يحطونهم، نبي الفريق كامل. يعني تتذكر قبل مده اختلفنا على انه هل جلال قولشي منتخب يدخل ولا يخلي حسين؟ نعم انا قلت لا حسين، بعضهم قالوا لنا نبي جلال. لا بس انا شلون اطلع جيل جديد؟ هذه البطولات هي بس غير وفق معايير صحيحه لهذا الجيل. ترى نادر حتى انا اطوره، مو اخليه بطريقه مو صحيحه. كابتن امين تفضل. المشكل اللي قاعدين نقولوا فيه الكلنا مش قاعد يتفهم. احنا نتفق الكلنا انه الفضيحه تنظيميه. الفضيحه تنظيميه مش فضيحه قبل ونص الفضيحه تحكيميه، فضيحه تنظيميه، لانك تخرج جمهور كامل علشان 9 ولا 8 ولا 7 من الناس. لا ما عمره ما صار. لا صار. لا عمره ما صار انك تخرج جمهور كامل. بلا صار. لا يصير في اوروبا. انا شفنا في اليورو الناس تنزل 1 2 3 يوقفوا المباراة يوقفوها يطلعوه. اما توا انت لو كان نزل بالحق معناتها كما قال الكابتن عصام نزل جمهور منتخب الارجنتين، انا نقول لك كنت حمل مسؤوليتي، احنا الجماهير العرب في البطولة هذه بالذات غير مرحب بنا كثير، غير مرغوب فينا كثير. وتعرفوا الكل ليش؟ لأنه الظرف غير مرحب بنا. صحيح. لأنه الناس خايفة في باريس من مناصرتنا للقضية الفلسطينية ضد العدو الصهيوني. نحن العرب في باريس الآن الجماهير العربية غير مرحب بنا كثير. أنا نتوقع كان ننزل جماهير منتخب الأرجنتيني 7 ولا 8 ولا 10 ولا 20 كان ينتظروا أنهم يرجعوهم ويكملوا 3 دقائق ويكملوا الفار. باختصار. اوكي كابتن علاء تفضل. لا اقول كلمه حكوها حلوه، يعني صدق يعني كل مباراه تصير واحد مثلا يخسر وينزل جمهوره ويعاقب هذا. يعاقب هاي مو صح؟ طيب يعني فاعتقد هاي فضيحه تحسينيه. زين انا اختم بالدقائق المتبقيه ولو تاخرنا بها على مباراه مصر. للحضري راح اترك المباراه ولابو زمع يتحدثون فنيا عن المباراه. حضري ما اعرف نقول هارد لك بدايه
يعني منتخب غامض وراح تخوف فضيحة أخرى. خوفت من المنتخب الدومينيكان، فرأيك بأداء المنتخب المصري؟ كيف يعني ولا والحضري البارحه قال عن الفريق، قال عن الفريق وخايف يعني كان. تفضل يا حضري. كمل مش حاجه والله، مش عارف حاجه اقولها ولا ايه. قلت كلمه حلوه حقاك. كابتن عبد الله بعدين اتكلم. تفضل كابتن. والله اليوم المنتخب المصري صراحه فاجأنا جميعا. اليوم احنا الكل كان متفائل انه المنتخب المصري يفوز وتكون المباراه يعني مش صعبه على المنتخب المصري، ولكن الاحداث اللي صارت اليوم انه المنتخب المصري غير حاضر بالمباراه لا ذهنيا ولا فنيا. يعني اليوم المنتخب المصري اول هجمه بالمباراه بالدقيقه 21. يعني هاي الجمله تلخص الحاله اللي كانت فيها المنتخب المصري. اليوم المنتخب المصري يعني دومينيكان يعني فريق يعني فنيا متوسط، ولكن بين انه فريق مميز لانه اليوم ما كان حاضر المنتخب المصري. المنتخب المصري فنيا الصراحه عليه علامات استفهام. هل هو مثل ما حكى الكابتن الحضري من اول ما حلقه انه المشاكل الكبيره اللي موجوده بالاتحاد الموجوده بالمنتخب الاولمبي، اليوم شفنا انه ما في شيء فني نحكيه على المنتخب المصري. ليش؟ لانه احنا متعودين على المنتخب المصري انه نشوف اداء مميز، نشوف اصرار وروح اللاعب المصري. اما اليوم صراحه بس هم توفيق كابتن عبد الله، هم توفيق بالمباراه. يعني اليوم هواي اكثر يعني فرص كانت لمصر خصوصا بالاخر شيء. كابتن الفلسطيني كابتن الصراحه اليوم يعني لاعب في فريق هاوي تعمل 249 كرة قدم. هي كرة قدم. مصر وما أدراك تسوي 249 تمريرة فقط ناجحة أمام دومينيك. تعرف 249 تمريرة نسووها في لعب حواري احنا. كانت اليوم الفرص يعني الفرص صايرة اليوم يغلبون 4 يخلوا 5. اليوم المغرب سووا الإضافة الكبيرة مع المجموعة 3 لاعبين الكبار. اليوم حتى النني وزيزو ما كانوا حاضرين ولا إضافة. ما عملوا إضافة. يعني طيب. إضافة النني كانت في نص الملعب مش إضافة إيجابية. زين. أهل مكة أدرى بشعابها، فأفضل من يتحدث عن المنتخب المصري هو الحضري. نعم. أبو ياسين تفاجأت من الأداء؟ أبو ياسين كان مفاجأة لك أداء المصري؟ لا هو الأداء طبعا مش راضي كل الناس طبعا. يعني من وجهة نظري تحملها طبعا، مش هقول اللعيبة، تحملها الجهاز الفني. هي كرة القدم إلا إن كان في حب وترابط وروح في الملعب. منتخب مصر عنده حاجات كتيرة سلبيات، يمكن طول المباراة 90 دقيقة كلها سلبيات، بس هو ده اللي أنا أقدر أقوله يعني. بس اللي نتمنى الفترة اللي جاية، الماتش اللي جاي إن شاء الله كل حاجة تتصلح إن شاء الله. طيب وين الخلل الفني يا حضري؟ وين شفت الخلل الفني تحديدا؟ لا الخلل الفني موجود، باين حتى هو باين حتى على وش المدير الفني واقف على الخط، وباين حتى الجهاز الفني لاعب بيغير، واحد بيروح يوسوس ده بيهدي ده، دي حاجات ممكن انت انتقدت التغيير اللي صار وراح المترجم طبطب عليه الحاجات دي كلها زي ما قلت لك. لما بيجي يقول لك الوحش كله بيجي مع بعضه. هو اليوم يمكن مش يومهم، والنهارده مباراه من الماتشات اللي هي يعني منتخب مصر اللي بيلعبها مش كويسه، بس يمكن يكون اللي جاي احسن ان شاء الله. تتوقع انت راح يكون ممكن تكون هذه المباراه وردة فعل الشارع المصري؟ لا ما هو الشارع المصري اكيد متضايق، اكيد الاعلام المصري اكيد النهارده كله بيتكلم عليها، بس زي ما قلت لك نتمنى المباراه اللي جايه خاصه المباراه بعد 48 ساعه. يعني كابتن حضر على وضع المنتخب المصري اليوم، يعني النتيجه يعني انا بشوف انها جيده على وضع المنتخب المصري اليوم فنيا. اذا التعادل نقطه افضل من الخساره، لانه اليوم كان ممكن المنتخب المصري يخسر، ولكن هل ممكن انه يصحى مع اوزبكستان؟ ممكن يصحى مع اسبانيا؟ ممكن احنا قلنا، احنا بقى حذرنا وقلنا وخلي بالكم ده مش منتخب ضعيف زي ما انتم متوقعين، ونتمنى ان الجهاز الفني يفهم اللعيبه. ما نعرفش المعلومه وصلت ولا لا، بس زي ما قلت لك
نتمنى المباراه اللي جايه بتاعت اوزبكستان تبقى احسن ان شاء الله يعني. شوف خالي، احنا مثل ما تكلمنا عن المنتخب المغربي ومدى تطوره واسباب تطوره. اليوم التطور اكو منظومه متطوره اللي هي على راس الهرم الاتحاد المغربي بادواته كلها. شوف طور الكره المغربيه عكس الاتحاد المصري اللي احنا نلاحظ اكو مشاكل كثيره ينتاب هذا الاتحاد، وبالتالي انا اشوف الكره المصريه في تراجع خطير. يعني احنا ما تعودنا على المنتخبات المصريه تظهر بهذا المستوى، اذا الخلل واضح يمكن اشره الكابتن عصام. الاخوان بالاتحاد يجب، ولو هم يمكن منتهيه ولايتهم قريبه جدا، لان دائما مصر ولاده بالاداء، حتى اتحاداتهم يعني سبقوا المنطقه اداريا، لكن هذا التراجع عجيب. يجب انه تكون هناك وقفه جاده من ابناء اللعبه، من الناس المعنيين، والكل يعرف مصر عاشقه لكره القدم. فتمنياتنا للمنتخب انه يظهر بالمستوى اللائق في المناسبات القادمه. كابتن حمزه. كابتن، يعني انا اليوم مستغرب من الاداء اللي ظهر به المنتخب المصري، وانا اؤيد كلام كابتن عصام خلال هاليومين اللي سبقت. هذا اليوم يعني كلامه 100% صحيح. يعني اليوم حتى الجهاز الفني، انت جايب جهاز فني برازيلي، اليوم ظهر مدرب الدومينيكان هو قارئ وحافظ منتخب مصر اكثر من مدرب منتخب مصر. يعني اليوم هم يمكن بالدقيقه يمكن ال 25 او ال 30 الا وصلوا للمرمى فرصه العرضيه بس هاي الكره العرضيه. اليوم من اول دقيقه الدومينيكان هم ضاغطين على المنتخب المصري وما عندهم اي حل. لعب عشوائي، لاعبين اكو تباعد بين الخطوط، كرات حتى في بعض الاحيان يلعبون كرات طويله وكرات طويله عرضيه، ولا هجمه مركزه، ولا هجمه منظمه، ولا هجمه صحيحه. اليوم لولا الحارس حمزه علاء لكان الشوط الاول هم خرجوا بحصيله هدفين. في الكره اللي شالها المدافع على الخط، اللي وحده اللي شوتها طلعها يمكن عمر فايز، هو اللي اليوم ما شفنا فد جمله تكتيكيه منظمه من المنتخب المصري. حتى توظيف اللاعبين توظيف خاطئ. يعني يمكن في دقائق الشوط الثاني بالبدايه كابتن، بالبدايه الشوط الثاني شوي اي من نزل، سوى تبديلات ودخل زيزو لوسط الملعب خلف المهاجمين. شفنا عمليه شويه اكو خطوره للمنتخب المصري. انا اختم مع الحضري بسؤال عن الحارس حمزه علاء. شنو تقييمك للحارس؟ ده هو كان تحت اشرافك صح؟ لا هو قدم مباراه جميله طبعا، بس طبعا زي ما قلت لك انا ما ببص بالاجمال بالبطوله كلها. بس اما انا مباراه يا فرحتي ممكن يكون نجم النهارده الماتش الجاي مش موفق، او العكس ممكن مش موفق والماتش لا، يعني لازم نبص لقدام، ان شاء الله المباريات يعني اليوم على هذا الاداء مال المنتخب الاولمبي، على التحضيرات، على الاستعدادات، المفروض من الاتحاد المصري بعد المباراه يقدمون استقالتهم. اي والله. لا هو السؤال اللي طرح نفسه شو كانوا يسويوا في فتره الاعداد؟ هاي الفتره الاعداد ما كان جيد. يعني شرح لنا الكابتن عصام انه الاعداد ما كان جيد. يعني كلام كابتن عصام 100% دقيق اكيد، وما كان يتبلى عليهم ولا عنده مثلا يعني فد حاجه معينه ضد شخص معين. لا، هذا عملهم. العمل اليوم انت اذا ما تكون تعمل بضمير وتعمل باخلاص اترك العمل. نعم، اتركه للناس. طيب انا اختم بفقره توقعات حتى نشوف منو صاحب التوقع الصحيح لمباريات اليوم. طيب الفقره ابو صقر كلهن صح. العراق واوكرانيا تعادل. نعم. مصر والدومينيكان. مصر 2-0.
2-0 مصر. 2-0 المغرب والارجنتين. لا كابتن هي لا تقول لي نتيجه ايجابيه ان ومتفائلين، شاء انا الله اريد رقم. 1-0 لمنتخبنا اوكي ان شاء الله. مصر. مصر انا ما شايف الدومينيكان، فان شاء الله احنا نتمنى لهم كل الموفقين ان المغرب شاء الله. والأرجنتين. 1-0 المغرب 1. كابتن اعتقد بان مباراه المغرب الارجنتين صعبه، تعادل. بالنسبه للعراق في مواجهه اوكرانيا تعادل. مصر المتنفس قد تفوز بحصه ربما كبيره 2-3 ممكن. تعادل العراق اوكرانيا 2-2، فوز المغرب على الارجنتين، فوز مصر اقل شيء 2-3-0 على الدومينيك. كابتن تعادل 0-0 مباراتنا العراق واوكرانيا. المغرب وتعادل كذلك. متفائل. ومنتخب مصر يفوز ان شاء الله 2-0. كابتن ابو زمان. توقعات 2-1 للعراق ان شاء الله. يا رب يا الله. اسمع المغرب يا كابتن. والارجنتين تعادل ومصر 2-0. حاضري. ان شاء الله نتمنى العراق يكسب، بس المباراه هتطلع تعادل. المغرب والارجنتين تعادل. ان شاء الله مصر تكسب. لخطبوط بول. والله ما لقيت توقعات. اعطينا حبيبي. التوقعات الصحيحه بصدق. العراق واوكرانيا 1-1. عافيه. عافيه بصدق. ومصر راح تفوز اكثر من 2. اي عافيه. المغرب والارجنتين. المغرب راح يفوزون على اي الارجنتين. عافيه هاي زينه. تحياتي البول. الكاميرا عطوا الكاميرا عطوا الكاميرا عطى الكاميرا. عطوا الكاميرا. تعال انا مو في هالبرنامج بس في كل البرامج اللي اطلع على الاقل 70% من نتائجي اللي اقولها صحيحه. توقعات زين. يعني من كان يتوقع ان اليوم مثلا المغرب يفوز على الارجنتين؟ انا معك. ها؟ انا توقعت معك المغرب تفوز على الارجنتين بالضبط. وقلنا ان المغرب تفوز. فلذلك اليوم لما تحط لان اكو ستراكشر ارضيه واضحه بالنسبه لنا. لا نشهد لك. زين. لكن لما تقول لي مثلا مصر والدومينيكان يعني مصر منطقياً الأقرب. بس انت شوف الكل مثلا اللي عنده توقع صح، اللي عنده توقعين صح، ما حد جاب 3 توقعات. ما في حد جاب توقعين. مين؟ حتى واحد ما جاب توقعين. ما كابتن مجد لا. فوز العراق وفوز انا قلت العراق 2-1. لا ضبطها البرنس ضبطها. بس ملك التوقعات ملك التوقعات الفاشل يا رياض عبد العباس. شهاده اعتزاليه من برنامج توقع صحيح. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، حلقه اليوم انتهت باكر. عندنا محاور مهمه ممكن نناقش شويه الاولمبي، لكن راح نفتح محاور كثيره. ممكن نفتح ملف استضافه الكويت لبطوله كاس الخليج، ممكن نفتح الدوري العراقي، ممكن نفتح نتائج المنتخب الوطني. المحاور ان شاء الله نرتبها وتشوفون حلقه. يهمني موضوع المنتخب. لا اكيد كاس الخليج. اكيد طبعا. لان اليوم اللجنه التفتيشيه مالت الملاعب راحوا وعطوا ملاحظه جدا شديده. اي بس عشان تكون الصوره واضحه حق الجمهور. شكرا جزيلا ابو صقر. شكرا لمحللي ليالي باريس. اليوم نعتذر ما نقدر نستقبل اتصالات لان الوقت ادركنا والجماعه يريدون ينامون.